السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله يوم جديد وروتين جديد في عمر الفراغ بتاعتنا. طبعا بقى ايه، انا قطفت كل الزغاليل اللي كانت موجودة معانا، اللي اتباع واللي ركنته عشان خاطر نلاقي بيض جديد كده. يعني اول صفحة معانا فيها بيضة هي، عشان قطفت الزغاليل اللي فيها دي مفيهاش عليها. دي غالبا كده ممكن تكون طلعت، يعني لان هي ايه اهي بسم الله ما شاء الله مطلعه. يبقى معانا 3 بيضين وواحده مطلعه، يبقى 4 جواز من اصل كام؟ من اصل 7 ولا حاجه. اول حاجه اول ما بنطلع طبعا بنعملها ان انا بنطمن على الحمام بتاعي يوم بيوم كده يا جماعه، نشوف ايه اللي بايض وايه اللي مش بايض، ونطمن عليه واحده واحده كده. ونبتدي بقى نحط له اكل. عاوزه بقى يا جماعه اليومين دول نجيب شويه عيش كده نكسرهم، عشان الاكل ابتدى يقل عندهم خالص، وانا بزعل لما الطيور عندي الاكل بيقل عندها. انا بكسره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الحمام بياكل الناعم والارانب بتاكل الخشن اللي بيبقى موجود فيه، فما بيخسرش معايا حاجه يعني. بله هنا شويه عيش اهوت، بصوا يا جماعه، نص بله كده بس، نص بس كده ماشي، عشان الرومي بيموت في حاجه اسمها فته، حاجه اسمها عيش مبلول. وانا مش عاوزاه بقى ايه نستنى كده من غير حاجه، علشان خاطر يزقلق معايا كده. هحط لهم بقى شويه الغله ان شاء الله. هنشتري شيش على علف على غله على رده، بس الرده على مبلوله احسن، عشان مش عاوزاها تبقى ماشيه. ونبتدي نعمل لهم خلطه الايام اللي جايه دي. عشان انا مقصره معاهم شويه اهو. عندهم طبعا عاوز ننضفها، نضيفها ان شاء الله تنظيفه كويسه مع بعض. هنصور لكم فيديو. عاوزه اقول لكم يا جماعه الجو اليومين دول حر جدا، فحافظوا على حراره الطيور. اللي عنده ارانب ما يخليهاش، يعني ان شاء الله يوم ولا 2 هنحاول نتصرف فيهم، لان الدنيا حر عليهم جدا. واللي عنده الطير ما بيستحملش الحر يتصرف فيه. الفراخ البيضاء بقالها كذا يوم الراجل بيجي ال10 فرخات ب400 جنيه. طبعا ده سعر يعني ما هو الفرختين اصلا لما تروح تشتريهم مذبوحين ب400 جنيه، لا وعايز يدينا 10 ب400 جنيه عمر 10 ايام ولا حاجه، لان الجو حر ومفيش سحب عليهم. فانتوا اليومين دول خلي في بالكم محدش يربي فراخ بيضاء قد كده. اللي عنده مكان متهوي كان بها، اللي ما عندوش يبقى يصبر شويه لما الجو يطري، لان الجو حر. الفراخ البلدي يتخافوا عليها اليومين دول من الجدري. احنا فاتحين الشبابيك من الحر والدنيا حر وبالليل ساقعه، خافوا عليها من الجدري. والحمام نفس الحكايه خافوا عليها. طب هنعمله ايه؟ كل مدى تحطوا في الميه حبتين ريفو، يعني على 4 لتر تحطوا حبتين ريفو. انا حاطه لهم ريفو امبارح لان الدنيا كانت حر جامد، لهم ريفو. طبعا انا ما حطيت لهمش علف النهارده للارانب ولا الفراخ ولا الحمام، لان ما عنديش الا جوز مطلع، فمش خايفه عليه. ما يبقى عندي حاجه مطلعه بهتم جدا بالاكل بتاعها. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسونوش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.